الرحمن الرحيم. ومعانا اهوت الفريق اللي هينزل معايا دايفنج. اوري حضراتكم. اتحرك يا باشا، اتعامل عادي. هو الغطسه في الاسكندريه لنشر ثقافه الغوص، بنسجل لكم كل لحظه دايفنج بنعملها اهي قدام حضراتكم. والكابتن طبعا هيشرح لهم، هيتكلم معاهم هيعملوا ايه. الكابتن هيتكلم معاهم وهيشرح لهم. ده بياخد دايف ماستر معايا، وينزل له طبعا نازل بالمجموعه. وقدام حضراتكم بيديهم الرولز الخاصه الاحياء البحريه وضعها ايه، ما بلمسش حاجه بايدي. بيقول لهم سيفتي ذا فيرست. انا جنب زميلي بيحاول يقول لهم انا بعلي صوت عشان صوت واطي طبعا. بيحاول يقول لهم طبعا لو تهت من زميلك معاك دقيقه لدقيقه ونص بتطلع للشمندوره فوق اللي هي العلامه البحريه دي معروفه على ظهرك. هو بيقول لك. والدخول بيقول لهم، وزي لبس الزعانف بيقول لهم بتتني الزعنفه وتلبسها تحت. دخول البحر بيبقى بالوش عادي وانت قالع الزعانف، ولو لابس الزعانف بتدخل بظهرك. يعني كل حاجه بشرحها لكم اهو وهو بيتكلم معاهم. الزعانف ترمي ظهرك تلبس الزعانف، تمام. خش جوه هنعمل لكم اختبار ضغط. هقول لكم كلكم النزول، هنعمل لكم اختبار ضغط قدام الرصاص، شوف الضغط بتاعك مظبوط ولا لا، وهتطلع. طبعا اختبار الطفو مهم جدا بيتكلم عليه كابتن زياد عشان اشرحه لحضراتكم، هو ان تشوف الاوزان بتاعتك مناسبه ولا لا. لو البدله جديده طبعا انت واخد على اثقال معينه، لكن دول لاول مره هيعملوا اوبن ووتر، يعني ينزلوا في ميه مفتوحه. هنزلوا معانا في السويمنج بول. كابتن زياد مش عايز تقول اي حاجه هنا، عايزك تتكلم عن الدايفنج عشان ننشر ثقافه الغوص وننشر سياحه الغوص في الاسكندريه. وانتوا طبعا بتاخدوا الكورس، انت دايف ماستر وهما بياخدوا الكورس اللي وان ستار معانا. اتكلم عن الغوص بشكل عام كده وتنصح الناس تقول لهم ايه. بص، السلام عليكم. انا كابتن زياد دايف ماستر. الغوص بالنسبه للرياضه هو رياضه ممتعه، وبنصح الناس كلها ان هي تقبل على الرياضه دي. ما تخافش يعني، عشان في ناس بتبقى خايفه ازاي، صح؟ لا، الغوص مش مخيف، الغوص سيفتي وامان مع اتباع طبعا قواعد الامن والسلامه. عايز تقول حاجه يا اسلام؟ النهارده انت مبسوط انت جيت البحر ولا لعبت؟ مبسوط جدا، مبسوط جدا والله. ايه رايك ان نزل اسكندريه في المينا الشرقي النهارده هنا؟ لا كمان زي الفل والله. حبيبي يا اسلام. عمار عايز تقول اي حاجه بقى؟ قول لي ايه المتعه؟ لبس العده هنا بقى والشمس والرمله وكده. امال لو في الشتاء بقى بتلبس بدله كامله؟ ما شاء الله لابس بدله نص اهوت. وطبعا عايز تقول ايه يا عمار؟ جميل البحر. متخيل تشوف ايه تحت؟ انا مش عارف. هنسيب كابتن عبد الحميد اللي يتكلم اللي ما نامش امبارح. متخيل تشوف ايه تحت في الميه؟ كلها اسماك البحر الابيض عشان تبقى بس ما تقلقش، كلها حاجات صغيره وحاجات بسيطه وحاجات ممتعه. يعني ما تقلقش ان انت تلاقي بقى ما تفكرش انك تروح ولا تشوف القرش. لا ما تقلقش. عايز تقول ايه بقى بصراحه النهارده؟ الصراحة والله أنا أول تجربة ليا للبحر ومتحمس ليها إن شاء الله، وربنا يكرمنا ويعديها. يا رب. لا ما تخافش يا اسلام. قول لي بقى يا محمد عبد العاطي، انت النهارده متوقع ايه بقى في غطس البحر؟ ان شاء الله في غطس 100 غطس كويس ان شاء الله، عشان لسه اول مره بطلع انزلها. ان شاء الله. لا ما تخافش اهوت. المكان الموقع في الفيديو كابتن زياد شغال معاهم، وهذا الموقع اللي بنزل فيه المجموعه. وفي الاخر بنستخدم السحاله. الله ربنا يحفظهم. بالراحه، واحده واحده. اللي هيضيع حاجه من معداته مسؤوليته، هيدفع. طبعا معداتك بتخلي بالك المصري على الرقبه. وبالنسبه للزعانف بتلبسها بطريقه يعني السليمه، ان انت الميه تكون عند الوسط. خش شويه يا عمار. وهيعملوا دلوقتي اختبار الطفو. هستأذن حضراتكم واروح اغير عشان انزل معاهم.